وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد، والناس المشتركه اول ما تشوف الفيديو تعمل لايك. معلش الفتره اللي فاتت ما كنتش بنزل فيديوهات، كنت مشغوله شويه، بس ان شاء الله هحاول ان انا اظبط معاكم كده شويه. بصوا كان عندي سمك بوري كده. السمك البوري ده يعني هو صغير شويه، بس كان بس طازه جدا. سمك بوري مش سمك شبار. يعني المهم ان هو انا جبته غسلته، شلت الراس بتاعته. دلوقتي هنعمله خلطه كده، هنعمله بطريقه صحيه كده وسهله، وطعمه هيبقى حلو، النتيجه بتاعته حلوه قوي، من غير بقى ما زهقنا من الشوي والقلي ومش عايزين ببطاطس والكلام ده. فهنعمل له تتبيله كده حلوه، وهتكون النتيجه بتاعته حلوه قوي. اول حاجه انا جبت كده بصلايه قطعتها زي ما انتم شايفين، وقطعت عليها طماطمايه، وهحط عليها معلقه توم حلوه كده كبيره. اول حاجه السمك اول ما جبته انا نضفته ورشيت عليه شويه ملح كده وسبته. وهنا عندي ده كده كرفس وخضره، اي خضار يعني، ممكن بقدونس، كرفس، اي حاجه عندكم. دي كانت عندي في الفريزر، رحت حاطه عليها شويه برضو. الخضره مع السمك بتدي ريحه حلوه وطعم حلو قوي، يعني حطوا اي خضره عندكم. انا قطعت بصلايه وطماطمايه وشويه خضره كده، وهحط معلقه توم كده حلوه. ولو ما عندكمش توم، انا عندي توم مفروم، لو ما عندكمش قطعوا فصين كده عليه. وهحط ملح وكمون وشويه كزبره ناشفه، وهحط ليمونتين كده حلوين وشويه زيت. الخلطه دي حطوها في اي سمك، هتاكلوا سمك طعمه حلو قوي قوي قوي. حتى لو هتعملوا سمك مشوي بالردة برضو ممكن تشووه بالردة وتعملوا نفس الخلطة دي، تحشوا القلب بتاعها. او ممكن تجيبوا السمك البلطي العادي، تفتحوه وتعملوا له الحشوة دي وتعملوه بنفس طريقة البوري، برضو هيبقى طعمه حلو قوي، وهيبقى تغيير بقى شوية من القلي والشوي والكلام ده كله. هنا هبتدي كده زي ما انتم شايفين، حطيت شوية كمون وكزبرة، وهعصر كده عصير ليمونتين، وهحط الملح، وهحط شوية زيت، واقلبهم تقليبه كويسه. انا مش بحب احط خل في السمك بالذات، بحب احط ليمون بس. ففي ناس بتحط خل، اللي انتوا حابينه حطوه. انا هحط بس كده عصير ليمونتين كده حلوين، وهبتدي اقلب كل الخلطه اللي عندي دي كده. هتشوفوا شكلها هي باينه قد ايه هي حلوه، فبالتالي لما بتخش السمك هتبقى طعمها يعني هتبقى انتوا هتسيبوا السمك وتاكلوا التتبيله دي من كتر ما طعمها حلو. هنا بعد ما عصرت بقى الليمون، هبتدي اقلب كده كل المكونات مع بعض، وهبتدي اجيب سمكه سمكه كده، وابتدي احشي القلب بتاعها. انا ما رضيتش افتحه من فوق، لان قلت لكم هو يعني لو حجمه كبير قوي بنعمل شرايح فيه، وممكن نعمله حشو، بس انا ما رضيتش ابهدل السمكه، خليتها زي ما هي كده. فبقيت احشي كل سمكيه كده، احشي قلبها كده شويه حلوين من التتبيله اللي انا عاملاها دي. وبعدين ارصها في الصينيه. جبت الصينيه بتاعتي، حطيت فيها كده شويه زيت عشان ما السمك ما يلزقش فيها. وجبت كده اهو السمكه، بصوا غسلاها ومنضفه قلبها مخليها زي الفل. هبتدي بقى اجيب الحشوه دي كده، واحط منها شويه حلوين، املي قلب السمكه، لان زي ما قلت لكم انتوا بعد كده هتاكلوا الحشو اللي جوه السمكه ده، مش هتسيبوه. هنحط كده كل سمكية املي القلب بتاعها وارصها في الصينية. انا عملتهم في صينية اكبر من السمك، بحيث ان هما ما يلزقوش في بعض. لو حطيناه في صينية ضيقة، السمك بتاعنا هيتهرى مننا. فحاولوا ان انتوا تكبروا الصينية بحيث ان هو ياخد راحته في السوا، بحيث ان انتوا لو حبيتوا تقلبوه عادي يعني يبقى متاح معاكم، فكبروا الصينية شوية. هنا هنبتدي بقى نحشي قلب السمك كده كله بالتتبيله دي لحد لما اخلص كل الكميه اللي عندي. وبعد ما اخلص كل الكميه اللي عندي هنشوف هنعمل له ايه برضو. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك، ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه وبيوصلها لاكبر عدد ممكن. هنا بعد ما حشيت السمك بقى في نفس الطبق، حطيت شويه زيت، هحط كده ليمونه، هحط انا كنت ممكن احط ملح وبابريكا وكده فوق دي، بس انا ما عملتش كده. انا حطيت بس الليمون والزيت، وهنزل كده بقى التتبيله كده اقلبهم. وعلى كل سمكه هحط شويه. وبعد ما هحط الزيت والليمون ده، جبت بقى ملح والبابريكا، بقيت ارش على كل سمكه كده شويه كده من فوق الوش. بصوا انا جبت صينيه كبيره وحطيتهم فيها، عشان زي ما قلت لكم نعرف نتعامل مع السمك عشان ما يتهرش مننا ويبوظ مننا. هناخد بقى من التتبيله دي كل سمكه هحط على الوش كده شويه. وبعدين هجيب البابريكا، وهجيب الملح كده وفلفل اسود. طبعا السمك ما بحطش فيه فلفل اسود، بس على الوش رشيت شويه ملح بفلفل اسود ببابريكا، بحيث ان هم ياخدوا وش كده من فوق يعني.
هنرش كده اهو. بصوا السمك بتاعنا، الخلطه بتاعتنا باينه قد ايه هي ريحتها حلوه، وان شاء الله طعمها هيبقى حلو لما تسووها. هنبتدي بقى كده كل سمكه ابتدي ارش عليها شويه ملح وفلفل اسود وشويه بابريكا من فوق الوش كده، بحيث ان احنا ايه تاخد لون حلو معانا. وبعد ما نخلص كده كل التتبيله اللي في الوش دي، انا سبته شويه. حابين تدخلوه الفرن على طول دخلوه، بس انا سبته في التلاجة. يعني انا عملت التتبيله دي وسبته في التلاجة كده، بحيث ان هو يشرب من طعم التتبيله شويه، ولما تيجوا تدخلوه من الفرن يبقى هو متطعم بالتتبيله بتاعتنا. تعملوا بقى جنبه رز، تعملوا جنبه سلطه، تعملوا اللي حابين تعملوه تاكلوه حطوه. في ناس عايزه تحط بطاطس تحت السمك، ممكن تقطع كام شريحه بطاطس كده وتحطها، هتدي برضو طعم حلو وبتدي ريحة حلوة مع السمك. البطاطس بالذات بتدي ريحة حلوة. فهنبتدي كده نحط شكل السمك. طبعا باين قد ايه هو هيطلع حلو. دلوقتي هدخله الفرن وهنشوف شكله بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي.